اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايبي عاملين يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده طاجن اللحمه بالبصل والخضار. تعالوا نشوف مع بعض عملناه ازاي. اول حاجه عندي هعملها هحمر اللحمه في السمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنحط عليها 4 فصوص من الثوم. هنحمرها تحميره حلوه الاول. وهنزل بالتوابل بتاعتي: ملح وفلفل، ورق لورا، وحبهان مطحون، وبهارات لحمه، وجوز الطيب مطحون. نشوح اللحمه كويس ونحمرها كويس. واول ما تتحمر معانا هننزل بالبصل. طبعا كيلو اللحمه بيعادل كيلو بصل متقطع جوليان. هنسيبها كده. بعد ما اللحمه بتاعتي خدت تحميره حلوه كده هنزل بقى بالبصل عشان ياخد من طعم اللحمه. واخر حاجه هحطها الخضار. اول اللحمه ما تدخل في السوا هنزل بالخضار. لازم نقلب كده ونشوح البصله مع اللحمه. البصل ده بيدي طعم حلو جدا. عندي كوبايتين من الدقيق، هنحط عليهم معلقه من الخميره ورشه من الملح ونص معلقه من السكر، دي عشان العجينه بتاعتنا اللي احنا هنعجنها. وعندي كوبايه ميه دافيه هنعجن بيها العجينه. بسم الله الرحمن الرحيم. نزود لها ميه وهنعجنها وهنغطيها وهنركنها على جنب لما تخمر تكون اللحمه بتاعتنا خلاص استوت. وهغطي بيها البرام وهندخلها في الفرن. عندي اللحمه بتاعتي خلاص ابتدت تدخل في السوا. هنزل بالخضار بتاعي: كوسه وجزر وبطاطس، ياخدوا غلوتين كده مع اللحمه. واخر حاجه هحطها الفلفل الالوان والطماطم المكعبات. بعد ما طفيت على اللحمه هنزل بقى بالفلفل الالوان والطماطم تقطع مكعبات وهقلبهم مع بعض وهحطهم في البرام بتاعنا اللي احنا هندخله الفرن. وعندي هنا العجينه بتاعتي اللي انا كنت عجناها خمرت معانا ما شاء الله. هفردها بقى وهرجع لكم تاني. هنبتدي بقى نغرف اللحمه بتاعتنا في البرام في الطاجن. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي الخضار دوت ممكن ارصه كده. بعد ما خلصنا البرام بتاعنا هنحط بقى العجينه اللي احنا عملناها هنا كده على الوش بالشكل ده. وهنقفلها كده على الطاجن كويس بحيث انها ما تفكش مننا. بعد ما حطيت العجينه بتاعتي على وش الطاجن هندهن وش الطاجن بشويه من النسكافيه وشويه من اللبن عشان ده اللي هيدي لون للطاجن بتاعنا. هندهن كده بالشكل ده. هنحط بقى على الوش سمسم وحبه البركه وهندخلها الفرن على الشبكه في النص لحد ما البرام ده ياخد لون معانا، العجينه بتاعتنا تاخد لون معانا. وهنطلعها بقى نوريكم شكلها عامل ازاي. وبكده خلاص الطاجن بتاعنا طلعته من الفرن واخد اللون والشكل اللي انتوا شايفينه ده. تعالوا نشوف مع بعض من جوه شكله عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو سخن جدا. وصفه جميله جدا ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. بسم الله ما شاء الله ريحته طالعه جميله جدا. اتمنى تجربوها وتعجبكم. يا ريت كل الناس اللي بيشوفوا الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وتعملوا اشتراك في القناه. بشكر كل الناس اللي بتتابعني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.